ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. ما زلنا نستمتع في الحديث في السيرة الذاتية العلمية للبروفيسور جلال الدين محمد صالح، وتوقفنا في الحلقة الماضية في رحلته للتحضير لرسالة الماجستير التي كان عنوانها الاثنى عشرية، الإمامة عند الشيعة العشرية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلته ونواصل الحديث. توقفنا في الحديث حينما هاجر الشيخ إلى أو سافر إلى باكستان، حاول الدخول إلى بغداد فلم يتمكن، وكانت هناك حرب العراقية الإيرانية في أشد وجهها، فرأى أن يسافر إلى باكستان. في باكستان التقى بمعمم اسمه فاضل السهلاني، وهو من حزب الدعوة العراقي. ترى ماذا فعل؟ وقفنا هنا ونواصل الحديث مع البروف جلال. أهلا وسهلا شيخ بروف. وعليكم السلام الشيخ برهان، حياك الله وبياك، وأهلا وسهلا بالمشاهدين جميعا والمتابعين. كما تفضلت، حيل بيني وبين بغداد جميل للحرب المشتعلة بين العراق وإيران، والتي استمرت من عام 1980 إلى 1988. جميل. فكان البديل السفر إلى باكستان، إلى كراتش. وفي كراتش التقيت فاضل السهلاني أو الشيخ فاضل السهلاني، معمم شيعي عراقي من حزب الدعوة فيما أحسب. جميل. وحينها الإيرانيون كانوا قد استولوا على الفاو، منطقة عراقية استولى عليها الإيرانيون. جميل. وكان فاضل السهلاني فرحا بهذا الإنجاز العسكري الذي حققته إيران، وكان يريني على الخارطة أين تقع الفاو وما أهمية الفاو. وجلست معه وقصصت عليه قصتي والغاية من مجيئي. هل أخبرته أنك سني؟ قلت له نعم، أنا سني أحضر رسالة في الماجستير عن الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية، ولكن لم أقل له إني طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. لماذا؟ لأنه سيقرر رأسا
بأني وهابي المنحى ولن يتعاون معي. اي نعم. اذا نعم. فاستعضت واتقيته بادعاء الدراسة في جامعة أم درمان الإسلامية. جميل. السوداني. جميل. ولم يطلب مني رسالة تفيد بما ادعيت، وإنما رحب بي ومكنني من مكتبته أن أجول فيها وأصور ما أراه مناسبا. جميل. فوجدت عنده بغيتي، ومن ذلك وجدت عنده كتابا بعنوان نبوة أبي طالب. فصورته ثم قلت له بعد أن جلسنا معا إن السنة يعتقدون أن أبا طالب مات كافرا ولم يسلم، فكيف أثبتتم أنه كان نبيا مرسلا من عند الله؟ ولم يخض معي الجدال في هذه المسألة، ولكن قال لي هذا هو رأي الشيعة في المسألة. وهكذا وجدت ما أردت وما قصدت عند فاضل السهلاني، ولا بد أن أشكره من هذا المقام أيضا لأنه كان متعاونا معي ولم يتضايق. هل اهتدى إلى السنة؟ لا، هو لم أخذ معه مجال المناقشة، وما أردت ذلك وقصدته، وإنما أردت أن أصور كتبا، فما أدري ما وضعه فيما بعد هذه الزيارة. نعم. وهكذا صورت ما أردت، وبعدها بدأت أجوب في مكاتب كراتشي وأشتري ما أريد وما هو ذا صلة برسالتي. نعم. جميل. طيب، في فترة وجودك في كراتشي دكتور جلال، وقد منحتك الجامعة 5000 ريال فقط لفترة شهرين، تأكل منها، تسكن منها، أيضا غير التذاكر طبعا، وتشتري منها الكتب. هل هذا المبلغ كان كافيا؟ وأين كنت تسكن؟ نعم، المبلغ لم يكن كافيا، ولكن 5000 ريال وقتها كانت لها قيمتها. وفي كراتشي أيضا تتضاعف القيمة يعني. فجل ما أنفقته في شراء الكتب. جميل. والسكن وجدت طالبين إثيوبيين، أحدهما من التجراي من شمال إثيوبيا، والثاني من الجراجي يدعى تقي. ما شاء الله. والأخ تقي إذا كان موجودا، ولا أدري أين هما الآن، فإنني أتحدث عن الثمانينيات، نحييه من هنا، من هذا المقام نحييه ونسلم عليه. وكانت وجهته إلى أوروبا أو إلى أمريكا. وهذان الشابان هما ممن هرب من منغستو هايلي مريم في ذلك الوقت، وكانوا طلابا، وقد أباد منغستو عددا كبيرا من الطلاب، وكانوا أعضاء في الحزب الماركسي الذي هو على خلاف معه، وخرجوا في تظاهرات ضده.
فأبادهم وقتل منهم عددا كبيرا. هؤلاء أو هذان الأخوان ممن نجيا من هذه المجزرة وهربا ولجأا إلى باكستان، أو القدر ساقهما إلى باكستان في طريقهما إلى هجرة إلى أوروبا وأمريكا. جميل. وكان يدرسان في مدرسة الأحناف الديوبنديين، وفي هذه المدرسة سكن للطلاب. نعم. فتعرفت عليهما عن طريق أحد الأخوة الليبيين، وكان طالبا في الجامعة الإسلامية ثم استقر في كراتشي. جميل. وعرفني بهذه المدرسة فتعرفت بهما وسكنت معهما في هذه المدرسة، فخفف عليك المصاريف مصاريف سكن. وأيضا زرت وتعرفت في كراتشي بطلبة سودانيين ومنهم عماد بكري. الشيخ عماد بكري أبو حراز. أيوة. نحييه من ها هنا. أيوة. الأخ الشيخ عماد بكري وهو الآن في الخرطوم، أحييه من هذا المقام. التقينا أول ما التقينا كان طالبا هنا في كراتشي. كان طالبا يدرس هنا. وأعتقد والله أعلم إن لم تخن الذاكرة كان طالبا في جامعة أبي بكر الصديق. جزاه الله خيرا. إن لم تخن الذاكرة. الشيخ عماد بكري أبو حراز هو الأمين العام لاتحاد المنظمات الإنسانية في السودان، وهو أيضا الأمين العام أو رئيس مجلس إدارة جمعية ذو النورين. نعم. نعم. وتعرفت به في كراتشي وبعض الأخوة السودانيين والتقينا هناك. ثم بعد ذلك رحلت إلى مدينة تسمى تنسوا. لماذا رحلت إليها؟ بحثا عن المراجع. علمت أن هنالك شيخا باكستانيا متخصصا في محاورة الشيعة ومجادلتهم، اسمه الشيخ عبد الستار التونسوي رحمة الله عليه. أحسبه قد مات رحمه الله، وقد استقبلني خير استقبال وله الشكر. الله يجزيه خير. جزاه الله خيرا. وقدم إلي المراجع. استفدت منه. جميل. وعرفني أيضا بأناس من الباكستانيين، وجزاه الله خيرا. وجدت منه كل حفاوة وترحاب. وأخذت يومين في تنسوا. نعم. جميل. وأصعب ما كان يواجهني السكن. ليس السكن، الأكل في المطاعم الباكستانية، حيث الزيت يقطي الطعام ومضافا إليه الشطة أو الفلفل والبهارات الحارة يعني. لكن لذيذ يعني. هو لذيذ، ولكنه يعني تفسده بالنسبة لي طبقة الزيت الكثيرة. نعم. التي تغطي جله أو تزيد عن الحاجة. هذه كانت من تتعبك. من المشاكل التي واجهتني في كراتشي. نعم. السفر قطعة من العذاب. نعم. يمنع طعامه وشرابه ونومه. نعم. ونومه كما في الحديث. نعم. وبعدها سافرت إلى قرية أخرى أيضا. أنا لا أذكر اسمها، هذه القرية ضاعت مني، ولا أذكر الشيخ الذي قيل لي أنه متخصص، ولكني ذهبت إليه
وصورت عنده من عنده. هذا الكلام عام كم؟ 1900 وكم؟ هذا الكلام في عام 1900 82. 82. لا، ايوه 82 83. هنا 83. جميل. بروف، هل كتبت هذا في سيرتك الذاتية؟ هل لديك مؤلف؟ لا، ما كتبت، ولكنني كنت أدون في كراسة كانت معي ما رأيته في هذه الرحلة، وما كنت أدون هكذا وأكتب يعني، ولكني لا أدري أين وضعت هذه الكراسة. ما بدأت تكتب في مذكراتك؟ لا ما بدأت يعني. هذا تاريخ يجب أن يسطر. فوجدت عنده كتبا ذات صلة قوية بموضوع بحثي، وصورتها، وجزاه الله خيرا وتقبل الله منه. وهو أيضا نسيت اسمه ونسيت القرية. ونسيت القرية. وبعدها سافرت إلى لاهور. وهنالك التقيت بالشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه. يا سلام. ومعلوم عن الشيخ إحسان إلهي ظهير اشتغاله بالفكر الشيعي منذ وقت مبكر، ولكن ما وجدته من المراجع عن هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم لك بما فيهم عبد فاضل السهلاني ومكتبته أكثر بكثير مما وجدته عند الشيخ إحسان الظهير. فهي يعني أشياء قليلة التي وجدتها عند الشيخ، ولكنه أكرمنا جزاه الله خيرا وربنا يتقبل منه. لكن أتوقع أنه يعني أشار إليك إلى بعض المراجع أو استفدت منه علما في هذا الباب. لم نتناقش، ولكنه وجهني إلى المكتبات التجارية. إلى المكتبات التجارية. أيوة. وسمى لي بعض المكتبات التي يوجد فيها هذه الكتب، وعلى كل ولله الحمد يعني. وعام كم اغتيل الشيخ رحمه الله؟ نحسبه شهيدا. أيوة. في أيام ضياء الحق. أيوة. حتى أن الشيخ ابن باز اتصل بالسلطات السعودية ونقلته ودفن في المدينة. في المدينة المنورة. دفن في البقيع. يا سلام يا سلام. رحمه الله رحمة واسعة شيخ إسحاق إلهي ظهير. نعم. وهكذا جمعت قدرا كافيا من المراجع. ممتاز ما شاء الله. يمكنني من الإبحار في هذا المجال الذي قررت خوضه، وكنت أول طالب يخوض فيه، وقد سبقني طالب مصري كتب في العصمة ولكنه أخفق ورسالته وتعب. أين كتب هذا؟ في الجامعة الإسلامية. أسمع من الشيعة. ورسالته جاءت ضعيفة نتيجة لعدم وجود المراجع، وقد أثر ذلك في قبوله في رسالة الدكتوراه. الله. فكانوا يخوفونني بالمآل الذي حصل له. بكم سنة سبقك؟ لا، هو سبقني بسنة أو سنة. وهو نصحني أيضا بأن لا أتورط كما تورط هو. ولكن قلت له خذت المعركة. ولكن قلت له سأمضي في الطريق. الله. ومضيت فيه وفتح الله علي ولله الحمد. وهذا الإصرار جميل. ما كان مغلقا عليه، فجئت بقدر كاف من المراجع. يا سلام. وجئت المدينة، والدخول بهذه الكتب لا يكون إلا. أريد أن أسألك عن هذا. هل هذه الكتب الشيعية كان مسموح بها الدخول في المملكة العربية السعودية؟ هذه الكتب ليس مسموحا بها،
ولا تباع، ولا يمكن أن تدخل المملكة العربية السعودية إلا بتصريح رسمي من الإعلام، أو يكون لك خطاب يبين الداعي إلى تحصيل هذه الكتب والإتيان بها إلى المملكة العربية السعودية. وكان لي خطاب من الجامعة الإسلامية بأنني باحث، ولكنهم أبقوها عندهم في المطار. كم كان عددها؟ لا، كانت كبيرة، مكتبة كبيرة، حتى الآن ما زالت موجودة في مكتبتي. ثم بعد ذلك أتيت بخطاب من الجامعة فأفرج عنها. يا سلام. أيضا كان طالب مصري من دفعتي، الله يذكره بالخير، آمين، وكان يعمل في البحرين، واتصلت به ليقتني لي ما هو ضروري في مجال تخصصي ويبعثه إلى المدينة، فما قصر جزاه الله خيرا، واشترى عددا من الكتب. أذكر منها كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب للأميني، وهو من علماء الشيعة اللبنانيين فيما أعتقد. وأيضا كتاب أعيان الشيعة، يتكون من 10 مجلدات. وكتاب الغدير حدود 8 أو كذا. هذه الكتب ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة في مكتبتي. كتب مراجع قوية يعني. أيوة، وضخمة. أيوة. الكافي 8 أجزاء. فقيه من لا يحضره الفقيه. الكافي من أين اشتريته؟ من باكستان؟ أيوة. الكافي من باكستان. أيوة. فقيه من لا يحضره الفقيه. إيه؟ الاستبصار للذهبي، الاستبصار للطوسي، والتهذيب للطوسي، والنهاية أيضا في الفقه الشيعي للطوسي، وتراجم الأعلام للمطهر الحلي، والألفين للمطهر الحلي. هذه الكتب كلها مما كانت مصورة، واشتريتها بعضها صورتها وجئت بها إلى الجامعة. أيضا زرت القفاري في القصيم. الشيخ ناصر القفاري. ناصر القفاري. وأيضا نحييه من هذا المقام. مرحبا بالشيخ ناصر القفاري، وهو أفضل من كتب حقيقة في هذا المجال. نعم، كتب كتاب التقريب بين السنة والشيعة، وطبعت في جزئين يعني، وما شاء الله من أحسن ما كتب في مسألة التقريب. يا سلام. يعني في ذلك الوقت أنت كنت متابع مع الشيخ ناصر القفاري. أيوة. لكن لم يشهر كتابه إلا في هذه الفترة. لا أدري هل هو في ذلك الوقت كان قد طبعه أم لا، ولكنه أنجز الرسالة. نعم. والدكتوراه كانت في أصول مذهب الشيعة. أيضا هي مجلدين ضخمين يعني. وزرته، وهنا في زيارته قصة. جميل، احكيها لنا. هذه القصة الشيخ صالح الزيدي في المدينة المنورة، تعرف؟ صالح الزيدي. نعم ونعم. الزيدي، هو يحب أن تقال الزيدي وليس الزيدي. نحن حفظناها الزيدي. لا، الزيدي. نحييه أيضا من هذا المقام. أي والله. وهذا رجل عظيم، جزاه الله خيرا، بارك الله فيه. حيا الله الشيخ أبو صالح. الشيخ أبو صالح، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. وربنا يحفظك ويمدك بعون من عنده. كان الشيخ يعني محبا للإريتريين، وكانت له صلة قوية بهم. نعم. وأيضا يعني له فضل علي بعد الله. نعم. في محنة أصابتني في المدينة المنورة. فكان هو أحد الشافعين. نعم. جزاه الله خيرا. فأسأل الله تعالى أن يعظم أجره ويرفع قدره. آمين. ويبارك له في ماله ورزقه وولده. نعم. الشيخ صالح الزيدي اتصل بأخ سوري.
أستاذ في عنيزة في القسيم، وقال له: سيأتيك طالب من المدينة المنورة، هو في طريقه إلى الدكتور ناصر القفاري، فاستقبله في المطار. في بريدة. في بريدة. نعم. بريدة هي أم العنيزة؟ المطار في عنيزة. لا، المطار في بريدة. المطار في بريدة؟ ايه. عنيزة صغيرة جدا. وأعطاني أوصافه، وقال لي من أوصافه أنه أصلع. وهكذا ركبت الطائرة وأتيت في بريدة، وحطت الطائرة في المطار، وخرجنا، والضيوف المستقبلين يستقبلون ضيوفهم، وأنا خرجت وأبحث عن رجل أصلع ولم أجد رجلا أصلعا. عجيب. لأن هناك الناس معظمهم يعني يغطون رؤوسهم. هنا هو المشكلة. ايه. هنا المشكلة. مصطلح الأصلع فهمته أنا بمعنى لا شعر عليه، أقلح. نعم. لا شعر عليه، الرجل الأصلع. وهو ماذا يقصد كان الزين؟ وهو يقصد أنه لا يضع الغطرة على رأسه. فالمصطلح أعطى إلى كل فهمه بطريقة. أنا فهمته بأنه أصلع بمعنى ليس عنده شعر. ليس عنده شعر. نعم. والناس ذهبوا وما بقي إلا أنا وأحد السوريين، هو ينظر إلي وأنا أنظر إليه. ثم ربما كان أعطاه وصفا، وأنا كنت لابسا هكذا زي العمامة وكذا، فجاءني وسلم علي وقال لي: أنت جلال الدين؟ قلت: نعم أنا جلال الدين. قال: أنا فلان الذي كلمني عنك. طيب، قلت له: ولست أنت بأصلع؟ فضحك شديدا وقال لي: إن الأصلع في لغة أهل القصيم تعني من لا يضع على رأسه الغطرة. عجيب، هذه أول مرة أعرفها. وأخذ يضحك بضحكا شديدا، وحقيقي أيضا أنا لا أدري هل هو الآن في القسيم أم خارج القسيم، في الحياة أم خارج الحياة. وفي كل الأحوال أسأل الله عز وجل أن يكرمه كما. طيب، سنتوقف هنا مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى.
كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. جنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم. وقفنا في رحلة الشيخ من المدينة المنورة إلى القصيم مدينة بريدة، وقص لنا قصته مع الأصلع بمفهوم أهل القسمان، وضحك الذي استقبله ضحكا شديدا. والآن الشيخ جلال في طريقه إلى بيت الدكتور ناصر القفاري، واستقبلني هذا الأخ السوري وأكرمني خير إكرام، وهو يضحك من هذا التعبير، وقال لي ولأول مرة أنا أيضا أعلم أن الأصلع في لغة أهل القسيم هو الذي لا يضع على رأسه الغطرة.
وحكى لي، هو قال لي وأنا أتعمد، هكذا قال لي، وأنا أتعمد ألا أضع الغطرة على رأسي حتى يعلم أهل الجسيم أن الأمر ليس كما يتصورونه هم. وبعدها التقيت بالدكتور ناصر القفاري جزاه الله خيرا. والدكتور ناصر القفاري وقتها أنا جئته في لحظة هو ينقل من بيت إلى آخر، ومكتبته بعضها في كراتين وبعضها مبعثر على الأرض ويحتاج إلى التنقيب وكذا، ففائدتي لم تكن كبيرة إلا بتوجيهات ونصائح منه في منهجية البحث وكيفية إنجازه، وكانت فوائد أيضا جميلة أفادتني وجزاه الله خيرا يعني. وقد التقيته بعد فترة طويلة في الرياض في قناة وصال التي كانت هي أيضا متخصصة في محاورة الشيعة، وقد عرفني وتذكر ذلك اللقاء، لقائي به. هل هذا هو؟ في الجسيم الدكتور ناصر القفاري. أنا لا أذكر الآن الصورة تماما يعني. لا تذكره؟ أيوة، هذا هو ناصر القفاري الآن، ناصر بن عبد الله القفاري. أيوة نعم. إذا كان يريد المشاهدون أن يشاهدوا فهذا هو الدكتور ناصر القفاري حفظه الله ورعاه. نعم جزاه الله خيرا. وعدت إلى المدينة ولله الحمد لم أتعثر في إنجاز هذه الرسالة. كم جلست في القصيم؟ جلست يومين. هل زرت غير الشيخ ناصر القفاري؟ لا، فقط أنا جئت لهذا الغرض. حتى ابن عثيمين لم تزور؟ ولم أزر أحد، ولا سلمان العودة؟ ولا سلمان العودة ولا أحد. فقط جئت لهذا الغرض ورجعت. جميل. ثم سافرت في الإجازة الصيفية إلى القاهرة. جميل. أبحث عن دار التقريب في القاهرة. دار التقريب. ودار التقريب دار شيعية سنية. شيعية سنية؟ أيوة. كيف؟ ولكنها أسست بمبادرة من رجل شيعي اسمه محمد تقي القمي. وجاء إلى القاهرة وطرح فكرة التقريب بين السنة والشيعة، وهي من المحاولات التي ناقشها الدكتور ناصر القفاري في رسالته العلمية التقريب بين الشيعة والسنة. جميل. وهذه الدار تحمس لها بعض الأزهريين، المشايخ الأزهريين. جميل. وتأسست، وأيضا أسهم فيها ومشى في دربها المرشد الإخوان الأول الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، وعارضها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. والشيخ محمد الدين الخطيب من العلماء الأفاضل الذي قام بنشاط دعوي، ومن أهم كتبه كتاب الغارة على العالم الإسلامي لمحب الدين الخطيب. الغارة. أيوة. وهو ترجمة لوثائق المبشرين وخططهم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، كيف يخوضون معركتهم ضد الإسلام وكيف يواجهونه. عام كم توفي الشيخ محب الدين الخطيب؟ توفي أظن في الأربعينيات. أنا ليست لي معلومة دقيقة في تاريخ وفاتهم. جميل. ولكنه هو رفيق الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، مجلة المنار. جميل. وهو رجل له تاريخه العظيم في مجال الدعوة، ومن أساتذة الشيخ حسن البنا
ما شاء الله. مساعدة أيوة. وقد ذكر الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه في مذكراته أن المكتبة السلفية التي أسسها محب الدين الخطيب كانت مأوى يجد فيها متعته، ويقول مع هذا الرجل العالم الصحفي الإسلامي كنت أجد متعة في الجلوس معه. مع من؟ مع محب الدين الخطيب. هذا الذي كان محمد رشيد رضا. أيوة. ويذكر أيضا مرشد الإخوان المهدي عاكف رحمة الله عليه أن الإمام حسن البنا كان يوجه طلابه إلى الجلوس مع محب الدين الخطيب. جميل. والأستاذ والشيخ محمد الباقوري في ذكرياته في مذكراته ذكر محب الدين الخطيب. فأنا هذا محب الدين الخطيب رحمه الله هو الذي عارض نعم مكتبة التقريب بين عارض فكرة التقريب بين الشيعة والسنة، وكانت عنده مجلة أو صحيفة اسمها الفتح، ونشر فيها رأيه في هذه المسألة، وكتب كتابه الخطوط العريضة. الخطوط العريضة له. أيوة. سبحان الله. وهنا اختلف مع المرشد حسن البنا رحمة الله عليهما في هذه المسألة. فأنا كنت أبحث عن هذه الدار. جميل. فلما جئت إلى القاهرة وأبحث عنها وجدت شيخا عراقيا شيعيا في شارع من شوارع القاهرة. جميل. فعلمت أنه شيعي، وكان يلبس البشت النجفية ويضع الطاقية المصرية البيضاء على رأسه. فجئت وسلمت عليه. جميل. قال لي وعليكم السلام باللهجة العراقية. قال لي تعرفني؟ قلت له لا أعرفك، ولكن رأيت فيك سيما علماء أهل البيت. ما قلت له سيما علماء الشيعة. لا، قلت له سيما علماء أهل البيت. نعم. فقال لي من أي البلاد أنت؟ فقلت له من إريتريا. فقال لي ولكن ليس في إريتريا شيعة. نعم بالضبط، وهذا الذي كنت أريد أن أسألك. لماذا كتبت في الاثنى عشرية وإريتريا ليس فيها شيعة؟ الحمد لله. فقال لي ولكن ليس في إريتريا شيعة. فقلت له إن العائلة في أصلها شيعية هاجرت واستقرت في إريتريا واعتنقت المذهب المالكي، وتربيت أنا في هذا المجال السني المالكي، ثم هاجرنا إلى السودان واستقر بنا المقام في مناطق اللاجئين الإريتريين بالسودان، وأنا أعمل أستاذا في معسكرات اللاجئين الإريتريين. وعندما جاءت الثورة الإيرانية وانتصرت بدا لي أن أتعرف على مذهب الأجداد. يا الله. وقيل لي أن دار التقريب خير من يرشدك إلى أدبيات ومطبوعات هذا المذهب. فجئت القاهرة. لماذا لم تصدقه يا دكتور؟ سأقول لك. فجئت القاهرة والآن لمحت فيك سيما أهل البيت، فجئت وسلمت عليك. فقال لي أنا مسؤول دار التقريب. الله أكبر. فقلت الحمد لله فزت بما أردت. هكذا جمعك الله به. هكذا جمعك الله به بكل سهولة. قدرا هكذا، وكان يمشي وأنا كنت أمشي، فلمحته كذا وجي سلمت عليه. وأنا أحييه من هذا المقام. والآن في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمه الدكتور طالب الحسيني الرفاعي، وهو أحد خريجي الحوزة العلمية. كان وكيلا للمرجع الشيعي محسن الحكيم. المرجع الشيعي محسن الحكيم توفي، جاء بعده المرجع الشيعي الخوئي،
بعد محسن الحكيم يعني. فلكل مرجع شيعي وكلاؤه ينبثون في المدن ويبعث بهم في الأمصار. هذا الدكتور طالب الحسين الرفاعي كان ممن كلف بالتعريف بالمذهب في بلاد مصر في القاهرة، ثم أصبح بعد ذلك وكيلا لآية الله شريعة مداري. وآية الله شريعة مداري هو الذي خلع على الخميني لقب آية الله عندما قرر الشاه أن يعدمه، وأن العرف الإيراني والقانون الإيراني أن آية الله العظمى لا يعدم، فنفي الخميني إلى العراق. ولكن عندما انتصر الخميني انقلب على هذا الرجل آية الله شريعة مداري وقتله، ما قتله وحبسه وأهانه. المهم، وهذا الدكتور طالب الحسين الرفاعي هو الذي كلفه أو طلب منه محمد أنور السادات الرئيس المصري الذي اغتيل رحمه الله، كلفه بأن يصلي على جنازة الشاه بعد أن حيل بين الشاه والولايات المتحدة الأمريكية. الشاه هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأمريكان لم يوافقوا على لجوئه إليهم، فردوا طائرته، فما وجد مكانا إلا مصر، حيث سمح له السادات بالنزول والهبوط واللجوء إلى مصر، وهنالك مات. فلما مات هو شيعي الشاه ولا بد أن يصلي عليه شيعي، فكان هذا الدكتور طالب الحسيني الرفاعي المعمم، وهو خريج الحوزة العلمية في النجف، هو الذي صلى عليه. وأنا هو الذي قابلته. جميل. وقال لي أنا المسؤول عن دار التقريب، وأسكن الدقي، منطقة اسمها الدقي في القاهرة على نطق المصريين، وتزورني في بيتي. وضرب لي موعدا وزرته في بيتي. يا سلام. واستقبلني وسألني ما اسمك، فقلت له الحسن، لأنني قلت له شيعي. استغفر الله، استغفر. وأنا شيعي بالمفهوم السني، ما كذبت عليه. وهل أجدادك شيعة؟ بالمفهوم السني، شيعة أهل البيت يحبونهم. فتفسيري للشيعة ليس هو تفسيره هو. فأنا لما أقول شيعي لم أكذب عليه، وإنما هي التورية. يسمونها التقية عندهم. هم التقية يقولون خلاف الحقيقة، ولكني أنا لم أقول خلاف الحقيقة، لأن مصطلح الشيعة بمفهومه اللغوي هو المناصر، شايعه، تبعه وناصره. ونحن نتبع علي بن أبي طالب، ونحب علي بن أبي طالب، ونحب الحسن والحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وأهل البيت جميعا. جميل. أنا كنت مستغرب كيف ستجد لهذا الأمر مخرجا. نعم. فكان هذا هو المخرج. هذا هو المخرج. فعندما قلت له أنا شيعي، إنما قصدت الشيعي بمفهومي أنا، وليس هو بمفهومه هو. ولماذا قلت إذن الحسن؟ أنت اسمك جلال الدين. نعم، أنا قلت الحسن لأن أمي أسمتني الحسن على اسم أبيها حسن عثمان رجب رحمة الله عليه وعليها وعلى أبي. فكان أبي يدعوني باسم جلال الدين محمد صالح، وأمي تدعوني بالحسن. وكانت أمي رحمة الله عليها تكني أبي بأبي الحسن. الله الله. وأنت اسمك الحسن. الحسن من أمي سمتني على أبيها الحسن. جميل. ولكن الاسم الرسمي الذي مشى وما سماني به أبي جلال الدين محمد صالح.
فإذا أنا لم أكذب في كلا الحالتين. جاء وأنا في بيته، جاء المغرب، جاءت المغرب، زمن المغرب، وقت الصلاة، وقت الصلاة. الشيعة يجمعون المغرب مع العشاء أو يؤخرونها. المهم لهم رأي فقهي في هذه المسألة. جميل. فهو جلس لم يقم للصلاة وأنا لم أقم لأنك مسافر. وأنا أو مسافر. نعم. جميل. وهكذا خرجت من هذا الإحراج الذي أنت أو السؤال الذي طرحته علي. وهل استفدت منه؟ استفدت منه، وقال لي هذه مكتبتي، جل عليها وانظر فيها وصور منها ما تراه. جميل. فأجلت بصري على المكتبة وما وجدت فيها إلا مراجع السنة. فقلت له ليس فيها من مراجع الشيعة شيء. فقال ليس فيها، ولكنني أكتب لك رسالة إلى دار الكتاب اللبناني في شارع شريف بالقاهرة، يتعاملون معك بأسعار مناسبة ويطلعونك على ما لديهم من كتب الشيعة. فكتب لي إلى دار الكتاب اللبناني، وهي على الطوابق في شارع شريف، وهنالك اشتريت أيضا ما وجدت مراجع؟ وجدت مراجع واشتريت من دار اللبنان، من دار الكتاب اللبناني. وهذه دار التقريب خلاص هي أنا تركتها، وهي أيضا يبدو لي ليس لها نشاط. وليس لها نشاط، وما أردته وجدته في المكتبات اللي هي دار اللبنانية. أيوة. جميل. وعدت، والدكتور طالب الحسين الرفاعي له كتاب اسمه أمال الرفاعي، طبع، أنا اشتريته، وذكر فيه قصة حياته وسيرته. وأيضا ترك الدخيل في قناة العربية أجرى معه لقاء على اليوتيوب لمن أراد، مع الدكتور طالب، لمن أراد أن ينظر أو يستمع إلى الدكتور طالب الحسيني الرفاعي، وهو من مؤسسي حزب الدعوة. وحزب الدعوة العراقي الذي أصبح الآن حاكما في العراق هو أحد مؤسسيه، ومن زملاء منظر الحزب الكبير والمرجع الشيعي الذي قتله صدام. نعم، هو هذا. نعم، هذا هو الدكتور طالب الحسين الرفاعي. صوروه يا شباب. جميل. نعم، نواصل حديثنا. هو رفيق أو زميل المرجع الشيعي الذي اعتقله صدام حسين وقتله، وهو محمد باقر الصدر. أمال السيد طالب الرفاعي، هذا هو الكتاب؟ أيوة، أمال السيد طالب الرفاعي هو هذا، والسيرة الذاتية لنفسه يعني. أيوة. جميل. ونشره دار الجمل أظن. هذا كان يعني يبحث في التقريب بين السنة والشيعة؟ أيوة، كان هو قال لي أنه مسؤول عن هذه الدار. والإيرانيين غضبوا عليه في صلاته على الشه. وبعض الشيعة قد اتخذ منه موقفا في إيران كما يقول هو إلى حد التكفير. وهو الآن فيما أعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. هل تسنن؟ لا، هو مرجع الشيعي وتشرب العقيدة الشيعية. ونعم، هنالك من
من تسننوا أو نقضوا الفكر الشيعي. وفي باكستان أيضا قابلت شابا سوريا اسمه سعد رستم. أيوة. وسعد رستم أحييه أيضا بهذا المقام. ماذا قدم لك؟ قدم لي الكثير. ولهذا الشاب قصة عظيمة. أيه. هو كان طالب الطب في دمشق. هو من الشيعة؟ لا، سني. سني. طالب الطب في دمشق. ماذا اسمه؟ رستم؟ سعد رستم. سعد رستم. وذهب إلى فرنسا، إلى باريس. إيه. ربما ليواصل دراسته هناك، ولكنه تأثر بالثورة الإيرانية. سعد رستم هذا. إيه. وقرر أن يترك باريس إلى قم. أوه. ويتحول من السنة إلى التشيع. أعوذ بالله. ومن الطب إلى دراسة الحوزة العلمية الشيعية. ودرس في قم. ذهب يعني؟ نعم، ذهب هناك والتحق بقم، وتزوج إحدى القيادات الفكرية الشيعية في الثورة الإيرانية، فتاة متخصصة في اللغة الإنجليزية أو مدرسة لغة إنجليزية، ولكنها من قيادات الفكر وداعيات الفكر الثوري الإيراني ضد الشاه. ضد الشاه، ومن الصفوف المتقدمة، يعني ليست امرأة أو فتاة عادية. تزوجها هذا الشاب سعد رستم. سعد رستم. عجيب. وعاش هناك ثم بدأ يقرأ، فقال لي أنه وجد كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في مكتبة قم. فوقف عليه وقرأه وأخذ يقرأ فيه، فإذا به يهد كل أركان التشيع. نعم. وأخذ يغير وجهة هذا الشاب. الحمد لله. فعاد إلى السنة. وبعد أن قرأ ووجد أن الأدلة التي في دماغه تتهاوى، وهو أصلا ما جاء إلا بحثا عن الحق. نعم. وظن أن هذا هو الحق، سرعان ما أدرك أن ما اعتنقه باطل، وأقنع بهذا زوجته. هذه الفتاة المتخصصة في اللغة الإنجليزية. جميل. والكادرة من كوادر القيادات الثورة الإيرانية. فهل اعتنقت الثورة؟ وهاجرا معا إلى باكستان. فر بدينهما. واستقرا في كراتشي، وكان طالبا في جامعة أبي بكر الصديق. يعني أنت قابلته بعد أن تاب من التشيع. وترجم من الفارسية، على رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هل نحييه من هذه الشاشة؟ نعم، نحيي رحمة الله عليه، فإنه ما زال حيا حتى هذه اللحظة. نعم. رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. كل العلماء عيال عليه. نعم. اللهم ارحمه واغفر له. وألحقه بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، واجمعنا به في جنة الفردوس. وترجم بعض الكتب لعلماء الشيعة كتبوها بالفارسية نقدا لمسألة الإمامة. نقلها هو من الفارسية إلى العربية. يعني تعلم الفارسية هو؟ يجيد الفارسية. ما شاء الله. هل هو حي الآن دكتور سعد؟ أتوقع ذلك، لأن ذلك الوقت كان شابا طريا. فنحييه من هذه الشاشة أيضا ونسلم عليه. نعم. طيب، انتهى وقت البرنامج بروف. وقفنا عند سعد رستم. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. قريبا بإذن الله. ونواصل في رسالة الماجستير بعد أن جمعت هذه المراجع الطيبة. سنتحدث معك في قصة الكتابة في رسالة الماجستير، وتعطينا إن شاء الله
نبذة مختصرة عن كتابك الإمامة الاثنى عشرية. حياكم الله مشاهدينا الكرام. كنا في حديث ماتع في السيرة الذاتية العلمية للبروفيسور جلال الدين محمد صالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مع هذه الحلقة المباركة، حتى ألقاكم في حلقة جديدة. الدكتور جلال الدين، والشكر موصول لكم، وهذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.